السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشتركاتي الأعزاء في قناتكم قناة نور للخياطة. اليوم بإذن الله راح نديرو موديل صيفي راح يعجبكم بإذن الله. نحتاجو فيه هنايا مترتين من القماش. عندي هنايا الكالون هذا اللي راكم تشوفوا فيه، عندي شوشة هنايا، وعندي لوبي، وعندي الجوهر هذا للتزيين. وقبل ما نبداو كالعاده ما تنساوش الجيم وخليو لنا تعليق حلو كيما نتوما. هنا فقط بالنسبه للسلعه، في الاخير راح نقول لكم البنات شحال دات لي. اول حاجه البنات هنا انا فصلت هنايا طريقه الداخل في الخارج كيما راكم واقفين معايا عادي. من بعد البنات من بعد هنا نعطيكم القياسات. هنايا فتحت الرقبه تاعي ب 8 سنتيمتر، وعندي هنا الكتف 10 سنتيمتر. هنا البنات من قبل هنايا ما نحي 2 سنتيمتر تاع ميال الكتف، من اعلى الكتف هبط هنا بقيمه 20 سنتيمتر هكا البنات، ب 20 سنتيمتر. من بعد البنات هنا درت هنايا دوران الصدر عندي 28 سنتيمتر، 2 حق خياطه و2 حق اتساع كيما ما نقول لكم. هنا نطلعوا بقيمه 3 سنتيمتر هنا ونرسموا حرة العباد تاعنا عادي. من بعد البنات هنايا درت طول الخصر عندي 42 سنتيمتر، هنايا 42 سنتيمتر. ودرت هنايا دوران الخصر تاعي، هنايا دوران الخصر عندي 26 سنتيمتر، هنا زدت له 2 سنتيمتر حق خياطه، 2 اتساع و2 حق لي بانس كيما موالفين البنات معايا دائما. من بعد نروح من خط الخصر نروح ايفازي للعرض تاع الجندوره تاعي اللي حابه نتيا. هنايا البنات راح نجيو اول حاجه نديرو الرقبه تاعنا. هنايا عندي العمق 17 سنتيمتر. هنايا من فتحه الرقبه تاعنا تاع 8 سنتيمتر البنات نهبطوا بقيمه 9 سنتيمتر هنايا البنات، ونخرجوا هنايا بقيمه 6 سنتيمتر، ونرسموا في البدايه الشكل هذا هاك. من بعد البنات راح نهبط بالنقطه هذه، راح نهبط بقيمه 5 سنتيمتر هكذا. من بعد راح نخرج هنايا بقيمه 9 سنتيمتر، راح تجيني نقطه هنا، راح نجيب النقطه هذه مع النقطه هذه كيما راكم تشوفوا ها هي. هذا هو الشكل، ها هو الشكل اللي حيكون عندي. من بعد البنات نروح هاك ندير لا فورم هذه هكذا، الشكل هذا هكذا نتصبر النقطه تاع 17 سنتيمتر، راح يجينا هكذا 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 كيما راكم تشوفوا فيه. هذا بالنسبه للامام. اما بالنسبه للبنات للخلف هنايا عندنا فتحه الرقبه نفس الشيء 8 سنتيمتر. من بعد البنات راح نهبط هنايا عمق الرقبه هذا للخلف البنات، حنهبط 8 سنتيمتر هنايا وندير رقبه دائريه عادي كيما موالفين معايا. ها هي البنات كيما راكم تشوفوا فيا، ها هي هذه هي الرقبه تاعنا اللي حتكون عندنا الشكل. ها هي لكم البنات الفورم، هذه هي الشكل تاعنا حيكون. هنا نجيبوا هنايا ورق تاع الباطرون باش ندير لكم عليه الباطرون تاع المروحه تاعنا. هنا عندي ها هو الورق تاعي هنايا طويته هنا على 2 في البدايه، من بعد البنات على 4. هنايا مغلق وهنايا مغلق. من بعد البنات نجي هنا نخرج بقيمه 5 سنتيمتر، نمشي بالقيمه هذه هكذا 5 سنتيمتر 5 سنتيمتر حتى للحاشيه هذه هكا. من بعد هنا راح ندير قيمه 13 سنتيمتر. من هنا البنات حنخرج بقيمه 13 سنتيمتر، نمشي بها البنات حتى للاخر هنا ونوصل هكا. في البدايه راح نقص هذا الشكل هكا. هكذا البنات. هنايا البنات من بعد هنايا كي قصينا راح نجي هنا نخرج بقيمه هنايا بقيمه 2 سنتيمتر، وهنايا راح نخرج بقيمه 8 سنتيمتر بالطريقه هذه ونرسمو هكا البنات. من بعد من النقطه هذه تاع 8 سنتيمتر راح نرسم الشكل هذا ها عشوائي فقط هكذا ها باش نتحصلوا على المروحه تاعنا. هكذا البنات. بالنسبه فقط البنات لهنايا اللي يحبوا يفهموا تاع النقاط هذه اللي درت هنايا، هذه راهي حدت ليبت هنايا
امام وخلف. هنايا البنات بالنسبه لهذا القياس كما قلت لكم راهو تاع حده الابط. هنايا بعد ما خيطت الكتاف في بعضها نحكم المتره تاعي ونقيس حده الابط تاعي امام وخلف، نقسمها على 2 واللي يخرج لي نديرو هذاك هو الحساب اللي نخرج به هنا باش حبيت نسهل عليكم فقط درت لكم هذا النقاط. السما هنايا الثمانيه هذيك تتغير، قادره تزيد قد ما على قد ما تزيد حده الابط راك ما تزيد هذيك المسافه. اكيد. هنايا البنات من بعد نجيبوا القماش تاعنا اللي بقى نطويوه على 4. هنايا نحطوا المروحه تاعنا باش نخرجوا هنايا 2 مروحات. هنا واش راح يكونوا هنايا مفتوحين. اللي عندها اللي يفضلها القماش يعني من الاحسن يكون 2 متر وربع، اللي يفضلها القماش يعني تحط هنا الجهه المغلقه من الاحسن هكذا وتفصل على القماش هكا يخرجوا لها 2 مسكرين من هنا. انا بما انه هذا هو الشيء اللي عندي رايحه نديرو بالطريقه هذه، وهنا راح يجيني مفتوح ومن بعد نخيطو. هنايا بعد ما سجفنا البنات الرقبه تاعنا عادي كما راكم تشوفوا فيها بالقماش، درت معكم الطريقه هذه من قبل كيفاش نسجفوا الرقبه تاعنا. هنا رايحين نعينوا هنايا من المنتصف هنايا تاع الرقبه تاعنا رايحين نهبطوا هنا بقيمه 21 سنتيمتر ونديروا هنايا خط هكذا باش نتبعوا عليه الخدمه تاعنا بالطريقه هذه. ونجيبوا لو بلي تاعنا البنات هكذا رايحين نطويوه هاك طبقوه هكذا على 2 ورايحين نجيبوا هنايا ونخدموا هنايا نتبعوا لا فورم تاعنا تاع الرقبه كيما قلت لكم البنات نطويوه هكذا على 2 رايحين نتبعوا لا فورم تاع الرقبه تاعنا هكذا ونخيطوا. هنايا هاي الجهه المفتوحه هذه هي اللي نتبعوها منها ونخيطوا على جهتها نتبع الرقبه تاعنا هكذا بالطريقه هذه. هنا بعد ما نوصل للزاويه هذه راح نخلي البرا داخل. عفوا البنات هنايا البنات في كل زاويه رايحين نديروا طيه خفيفه هكذا ونرجعوا الرجل تاعنا المشينه ونكملوا نخدموا بالطريقه هذه كما راكم تشوفوا فيا. نفس الشيء البنات راح نديرها كل ما نوصل هنايا للزاويه هذه راح نطبق شويه البنات هكذا نهز عفوا الرجل تاع المشينه هنايا هكذا ونطوي شويه ونعاود نخيط هنا حتى نوصل لتحت. هنا باش عفوا البنات هنا كي نوصلوا لتحت خلاص هنا راح نجي ندير بالطريقه هذه. شوفوا معايا هاهي البي تاعي ندورو هكذا ونزيد نجي ندور هكا بالطريقه هذه باش نخدم هاد لا فورم هذه. نزيد نعاود الطريقه هاهي راح نجي نطويه بالطريقه هذه هاهي من بعد نزيد نجيبو من هنا باش يخرج لي الشكل هذا ونكمل البنات نخيط حتى نخلص الركبه تاعي. هنا بعد ما خيطنا البنات لو بي تاعنا من بعد نجي هنا نهبط بقيمه 7 سنتيمتر هنا على الجهه هذه والجهه الثانيه كذلك. من بعد نجيب الكالون تاعي راح نحطه بالطريقه هذه ها هي على النقطه تاع 7 سنتيمتر ونمشي مع لو بي تاعي من هنا. كما قلت لكم البنات نجيبوها من هنا ونخيطو ونمشيو مع لو بي هكذا الطريقه تاع لو بي اللي درناها نخيطو لو بي عفوا نخيطو الكالون. هنا البنات بعد ما نوصلوا هنايا على جهه لو بي لتحتها هنايا راح نفتح مسافه هكذا من لو بي هنايا ورايحه نجي نحط تحته هكذا تعدلوا الكالون تاعكم بالطريقه هذه هكذا ها هي هاك نجي تحته ها هي هكذا ونرجعوا نخيطوا بالطريقه هذه ها هكذا ونرجعوا نخيطوا. ها هي لكم البنات هنايا بعد ما درنا الكالون تاعنا هنايا فقط البنات نسمو قلت لكم الشوشه هذه هنايا قبل ما ثبتوا هنا الخياطه على الكالون تاعنا هنايا دخلوها لتحت وخيطوها. من بعد البنات هنايا درت لي بانس تاعي عادي خيطتهم. اما بالنسبه للخلف درت له بيه هنايا على برا بهيت به كيما ما فين نديرو عادي وركبت الكتفين مع بعضهم. من بعد البنات نجيو هنايا مباشره هنايا المراوح تاعنا باش نخدموهم مع بعضنا. هنايا رايحين نجيبو الظهر تاعنا نجيبو لي بي تاعنا عادي هنا نفتحوا هذه نص سنتيمتر هذه ونبداو نخيطوا. شوفوا معايا عفوا البنات مليح عفوا البنات راحت لي الهضره خلاص. هنايا شوفوا معايا هنايا راح ندير لو بي في الجهه هذه هنايا راهي وين حط لصقنا المروحه تاعنا هنا خاطي هنا على برا ها ليكم هنايا قلت لكم نفتحوا هنايا النص سنتيمتر هذه تاع لو بي تاعنا ونخيطوا عادي المروحه كامل ساير داير. هنايا راني على الظهر هنا بعد ما خيطنا البنات على الظهر راح نجي هنايا على الامام. شوفوا معايا ها هي حنطبق هكذا لو بي تاعي ونخيط.
غنجيبوا البنات هنايا المروحه تاعنا باش نركبوها. هنايا رايحين نبعدوا هنايا من حرة الابط قيمه 4 سنتيمتر. نفس الشيء على الجهه الثانيه. راح نجيب المروحه تاعي نحطها هنا المنتصف هنا تاع المروحه مع راس الكتف هنايا، ورايحين نثبتوا هكذا لي زيبانغل. هنايا راح تجينا تقريبا البنات بجوج بليات. راح كما قلت لكم البنات الشيء اللي بقى لنا رايحين نديروه دي بلي هكذا ها هو ورا بعضهم ونخيطوا البنات. من بعد البنات نلموا القندوره تاعنا ونديروا لها كفال تحتها ونركبوا هذوك الجوهر هذاك اللي دراه رايحين نديروه عفوا في الرقبه من الامام ونشوفوها في الاخر مع بعضنا. هاي لك في الاخير البنات قندورتنا خرجت ما شاء الله، جات تهبل كيما راكم تشوفوا فيها هنا. بعد ما ركبت لها الجوهر في الصدر تاعنا جات ما شاء الله، خصوصا كي تتلبس على الحم ما تشوفوش كي نلبسوها على البودي نهائيا. والمراوح تاعها زادوا فيها النص، جات ما شاء الله. نتمنى البنات تكون نالت اعجابكم. ما بقى لي غنقول لكم بقاو على خير، وما تنساوش البنات الجام وخليوا لي تعليق حلو كيما نتوما. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.